حبايب قلبي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. كل سنة وانتوا طيبين يا حبايب قلبي، وحشتوني والله قوي. انا كده بقالي اسبوعين ما كنتش بنزل فيديوهات عشان رحت المصيف يعني وكده، يعني الوقت سرقني وما كنتش عارفة بقى منتج ولا كان معايا نت وكده. فدي الفيديوهات دي كانت موجودة عندي من قبل ما امشي. انا كنت عاملة معاكم كذا فيديو عن تنظيف الشقة قبل العيد وكده. فيعني ما حبيتش بقى اجيب لكم اليوم اللي انا بفرش فيه، فحبيت اعمل لكم جولة كده سريعة في الشقة. بصوا، هي دي كده اول حاجة عندي اوضة النوم. كان كل حاجة بقى مغسولة ونضيفة، فرشت فيها ستاير والسجاد كان نضيف، والفرش كله والخشب كان متلمع. بصوا كله حتى التكييف اتغسل والنجف. بصوا ما خليتش حتة فيها إلا لما نضفتها. انا هوريكم كده جولة سريعة في الشقة، واخر الفيديو هتلاقوا مشتريات هتعجبكم قوي، فكملوا الفيديو لحد الاخر. بصوا بقى مفرش اللي هو بتاع الجواز ده. انا كنت شايلاه بقاله 9 سنين، فقلت لا انا اطلعه بقى واغسله وافرشه كده ايه يعني. بصوا مخلي الشقة السرير شكله حلو قوي، شايفينه؟ انا كنت جايباه يعني هو من 9 سنين اهو، بس الحمد لله شكله رقيق كده ومش فيه بقى كرانيش بقى، عارفين انتوا اللي هو المنفوش قوي اللي يضايق في النوم ده، لا ده حلو. هو بسيط قوي وسيمبل كده، ويعني ما يضايقش في النوم خالص. في زي كريستالات كده لزق فيه، اللي هو بقى ما تضايقش ولا تشوكك وانت قاعده عليه ولا كده، شايفينه؟ وبس كرانيش صغيره قوي كده من على الجناب وخلاص. لو عندكم بقى زيه طلعوه ويعني افرشوا، واحنا لازم نستغل الحاجه بتاعتنا دي، يعني لو كل عيد حتى او كل مناسبه كده يعني. شايفين؟ بصوا انا فتحت هنا الشباك عشان الاضاءة، بس الشمس كانت داخلة قوي، فتحسوا كده ايه الاضاءة غريبة شوية، فمعلش بقى سامحوني. عايزة اقول لكم مغير شكل الاوضة خالص. هنا بقى دي اللي هي الاوضة اللي انا حاطة فيها الانتريه. المفروض دي اوضة الاطفال، بس انا مدخلة الانتريه فيها وسايبة الدولاب زي ما هو. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، انا محدش بيجيلي يعني كتير، فانا عملت اللي يريحني يعني، وخرجت السراير بتاعتها برا في مكان تاني. نفس الكلام بقى برضو هنا كنت غاسلة الستاير والفرش اللي على الانتريه ده، والسجاد ده بتاع اوضه النوم. انا بدلت بقى المرة دي، حطيت دول هنا وحطيت في اوضه النوم الرمادي اللي انتوا شفتوهم. هي الاوضه دي النور فيها يعني اللي هو الورم ده شوية، فتحسوها لونها احمر كده. هي لونها فوشيا محمرة كده شوية، فاهميني؟ بصوا ما سبتش برضو حتة فيها الا لمعتها، والباب والاكرة كله كان فلة. هنا بقى الجزء ده اللي هو اللي انا حاطه فيه السراير، شايفين؟ غسلت بقى الشبابيك واللي هو الباب بتاع البلكونه ده كله بكلور بقى وميه، وخليت الشقه يعني بصوا شقه عروسه. ايه رايكم بقى؟ عايزاكم تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا عندي في القناه يا حبايبي. دي كانت جوله سريعه كده، حبيت ان انا اوريها لكم يعني عشان لو حد مكسل ولا حاجه يعمل زي. وده بقى الجزء اللي هو التاني بتاع السفرة تحت كده، شايفينه؟ انا عندي مكنة خياطة هنا. المهم بقى ان انا ايه زقيت النيش والبوفيه جنب السفرة، بصوا في مكان واحد، عشان يعني يبقى في مكان كده ان زين يتحرك براحته بالمشاية، عشان بقى بيتحرك بيها كتير، فبخاف ان هو يقع او يتخبط في حاجة. فبصوا شايفين كده برضو احسن واريح لي. ايه رأيكم بقى؟ دي كانت جولة سريعة اهو، يا رب تكون عجبتكم. كملوا بقى الفيديو، المقطع اللي جاي هتشوفوا المشتريات اللي انا جبتها للاسكندرية وكده، والفيديوهات اللي جاية اللي هنزلها لكم فيها بقى البحر وفيها المكان اللي رحناه البيسين وكده، فهتعجبكم قوي. بس كملوا الفيديو لحد الاخر. تعالوا بقى
اما اوريكم المشتريات اللي انا جبتها عشان المصيف، عشان احنا يعني بنروح اسكندريه في العيد وكده، فببقى محتاجه ان انا اجيب مايوهات وحاجات من دي. فبصوا ده كده مايو الكنزي، ده شكله اهو اصفر في اسود كده اهو، شايفينه؟ ده نص كم كده وسلوبيتا بسوست على طول اهو. يعني هو حته واحده كده، مايو قطعه واحده. ده كان ب155 اهو. هقول لكم بقى على المكان اللي انا جبت منه الاسعار الحلوه دي. بصوا جبت بقى ده كمان لزين، هو زين يعني كده هيتم سنه اهو. فانا قلت بقى انا هدوخ ان انا عبال ما الاقي المقاس بتاعه كده، بس الحمد لله لقيته على طول. عايزه اقول لكم المكان ده حلو قوي، واسعار والخامات، ويعني لقيت المقاس في ثانيه زي ما بقول لكم. بصوا كده، ده شايفين شكله حلو قوي في اللبس. ده برضو سلوبيتا، بس ده السوسته بتاعته كده هنا من ورا، هو جاي على زين يعني تلت كم كده لحد هنا، بس حلو يعني، حلو ان هو يدفي وكده عشان ما يبردش. انتوا عارفين الاطفال ايه يعني، هو مش هينزل بحر ولا حاجه، بس يعني عشان ما يبردش يعني احنا قاعدين وكده. ده كده اهو ب110 اهو، وجاي معاه زي نص كاب كده. بصوا شكلها حلو قوي. ومعاه ده اللي هو مش عارفه ده ايه، زي نضاره كده قناع يلبسه اهو. ده شكله اهو في اللبس، وزي ما قلت لكم سعره ب110. المقاسات عندهم بتبدأ من 2 لحد 8 اهو، والاشكال تانية لما بتكبري بتطلعي بالمقاس بيبقى اشكال تانية مختلفة عن ده. بصوا بقى جبت الزين طقم كده اهو، شايفينه؟ شكله حلو قوي وعسول كده، ان هو بنطلون جينز مقاس الصغنون ده. ده بنطلون اهو كده معاه حزام، وفين والتيشيرت بتاعه كده اهو. هو طقم جاي على بعض. عايزه اقول لكم قماشته حلوه قوي، قطن كده، والجنس ده برضو يعني مش ناشف قوي ان هو يضايق او يجيب حر او كده، لا حلو. كان ب145 جنيه. بصوا اسعار حلوه قوي برضو في المكان ده. بصوا بقى انا هقول لكم على الاماكن الاول. المايوهات من مكان كده، هو مكتب بتاع جمله اسمه سنتر النصر في العتبه في شارع الجيش، في عماره اسمها عماره فروح. خلاص كده انتوا اول ما تنزلوا هناك عندي في اول شارع الجيش، في الحته اللي هي فيها بتوع النجف والحاجات دي، ما يتوهش يعني. وهي العماره في اول الشارع، هو المكتب في تاني دور. خلاص ده بالنسبه للمايوهات. ده بقى الطقم ده من مكان تاني، بس في فين يا ربي، في عماره تانية اسمها عماره ترنج، قدام محطه مترو العتبه. هو برضو عماره مشهوره قوي، والمكاتب جمله هناك حاجتهم حلوه جدا. خلاص، فده كده مكان اسمه سنتر المصطفى. قلنا زي ما قلنا كده، ده ب145. تمام. ده واللي انا هوريهم لكم دلوقتي برضو من نفس المكان. بصوا دي سلوبيتا قط كده اهي، بكباسين من تحت. دي المفروض ان هي مقاس 2 سنين، بس هو يعني سنه، بس انا بحب اجيب اكبر شويه اهي. برضو قطن وقماشتها تحفه، عايزه اقول لكم جميله اهي. دي ودي كانوا مع بعض كده في شماعه. التالتة بتاعتهم كانت متباعه، بس انا لقيت دول يعني فخدتهم. بصوا، واحده كحلي وواحده لونها لبني كده، الاتنين مع بعض دول عاملين 50 جنيه بس. وجبت واحده فاتحه كده، دي كانت لوحدها، دي حاساها اكبر شويه وطريه برضو جميله وقماشتها حلوه قوي. دي كانت ب27.5، دي غيرهم. خلاص. جبت بقى برضو السليبر ده ليا، يعني عشان البحر وكده، انتوا عارفين بقى الجو حر، يبقى سهل عليا يعني في الخروج. ده انا كنت بشوفه في محلات. بصوا النعل ده بالذات عشان انا عارفاه يعني، اللي هو اللي بيبقى مريح ده، كان بيبقى ب200 مثلا او ب300 او كده. فانا جبته من هناك من العتبة ب65. شايفين؟ هو الشكل ده قديم شوية، بس انا حابة النعل ده يريحني يعني. خلاص.
بس والوانات البحر بقى وكده. ده منين برضو؟ من نفس المكان عند هقول لكم فين. الحته اللي هي فيها الشنط والشوزات والحاجات دي، عند اللي هو ابو الفيده بتاع لبس المحجبات والحاجات دي. هي معروفه قوي المنطقه دي هناك، قريبه قوي برضو من مترو العتبه، محطه مترو العتبه. خلاص كده. بصوا بقى، كان في هناك عربيات كده ايه بتبيع حاجات اللي هي لقط كده، ف كان بيقول 5 قطع ب100، او لو واحده يبقى ب25. فاخدت ده كده خفيف اهو، برضو عليه نخله كده لزين اهو. بصوا خدت بقى ده كمان برضو الكنزي، لونه ابيض كده حلو، ويعني الالوان الفاتحه دي بتحب البحر بقى والصيف وكده. فاهو والله حلو، وقماشته طريه على شورت كده، يبقى طقم اهو شايفين، ورخيص يعني 25 جنيه بس اهو. جبت لها ده، وجبت لها ده شبهه شويه، بس ده بقى طويل، يعني زي كاش مايو كده، او ممكن برضو ينفع فستين. بصوا شكلهم حلو قوي عليها في اللبس، شراشيب من تحت كده، وهنا في الرسمه دي بس كده. وجبت بقى التيشيرت ده برضو كان من العربيات اللي هي بيبقوا واقفين في الشارع دول اهو. ده لونه احمر كده، جبته ليا، كان ب40 جنيه بس، شايفين. بس انا كده اكون خلصت كل حاجه. انا كان عندي بقى المايو بتاعي، وعندي حاجه البحر بتاعت كنزي اللي هي الجردل بقى والجاروف والعوامه والحاجات دي كلها. بس واستنوا بقى ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه، هخرجكم بقى وافسحكم كده معايا، واوريكم اسكندريه شكلها ايه في العيد. وحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وزي ما قلت لكم استنوا الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله. ويلا يا حبايب قلبي، مع الف سلامه.